قيادة محمد يوسف، الجهاز الفني معاه أحمد أيوب وعلي ماهر وطارق سليمان. معانا كابتن أحمد أيوب على التليفون. ألف مبروك كابتن أحمد ليك وللجهاز الفني وللعيبة وللعاملين والإداريين، ألف مبروك الحفاظ على كأس إفريقيا. ربنا يخليك كابتن زكريا، وتحياتي ليك وتحياتي للدكتور طه وكابتن فاروق. مبروك يعني مبروك يا احمد، مبروك يا احمد. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. بطوله غاليه. الف مبروك الف مبروك. ربنا الحمد لله. كل الناس تعبت، واجهنا ظروف صعبه طول السنه، انما الحمد لله توفيق ربنا كان معانا. كنا مركزين وكنا واثقين الحمد لله في ربنا وفي لعيبتنا. النهارده اللعيبه بتثبت يوم عن يوم ان معدنهم اصيل في ظل الصعوبات والمواقف الصعبه. الحمد لله دايما بيطلعوا رجاله وبيبقى عند حسن ظن كل الناس. النهارده وجود الجماهير بشكل مشرف، واعتقد ان فرحه كبيره في وسط جماهيرك وبلدك. يعني الحمد لله فرحه كبيره جدا. مصر كانت محتاجه تفرح، الحمد لله فرحنا. تعبتوا يا احمد الحقيقه، تعبتوا. ربنا سبحانه وتعالى وفقكم الحمد لله رب العالمين، والف مبروك. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. احمد، المباراه من قبليها وانتم عارفين انها صعبه، فريق يحترم، كان فاتح الجيم معاكم، بيهاجم وضيع فرص، وتماسك اللاعبين في الملعب من خلال قيادتكم من بره، وكنا شايفين في اوقات انت اللي على الخط، في اوقات كابتن محمد يوسف على الخط، ولكن حتى مع طرد شريف عبد الفضيل وتغيير اضطراري لوليد سليمان وتغيير اضطراري لاحمد عبد الظاهر، اعتقد ان في اوقات انتم بتحسوا بقيمه الوقت بالنسبه لكم في المباراه. طبعا يا كابتن، يعني طبعا الكوره فيها كل حاجه، يعني ده بيزود الاثاره في المباراه، انما الحمد لله في النهايه احنا كسبنا. كنا بنلعب فريق كويس جدا، فرقه رابع مره بنلعبها. الحمد لله كنا يعني اتفرجنا عليهم كتير قوي يا كابتن، في سواء في دوري المجموعات او لما وصلنا فاينل. لما ربنا كرمنا بالنتيجه الايجابيه هناك، اعتقد ان الجول اللي دخل فينا في الاخر ده كان عامل محفز لينا في مباراه النهارده. كنا مركزين، الحمد لله كنا حافظين الفرقه وعارفين بتلعب ازاي. الحمد لله قدرنا نتعامل مع ظروف المباراه بالشكل اللي اعتقد المناسب للمباراه واحترام الخصم، لان بنلعب فرقه كبيره، فرقه طول مشوارها عامله نتائج كويسه جدا مع فرق كبيره. الحمد لله احترمناها وركزنا، ربنا وفقنا في النهايه وفرحنا. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. الف مبروك احمد ايوب، ونطمن على وليد سليمان واصابته، لان